يقال إن بدوي تزوج فتاة من قبيلته ذات حسن وأدب وأخلاق ودين، ومضى عام على زواجه، ونشبت بينه وبين أحد أبناء عمومته مشاجرة كبيرة فقتله، ورحل مع زوجته بعيدا عن الديار كما تقتضيه الأعراف القبلية، وتوجه إلى ديار قبيلة ثانية. وكان صاحبنا دائم الجلوس عند الشيخ في مجلسه مثله مثل رجال القبيلة للسمر وتدارس مختلف الأمور. وفي أحد الأيام مر الشيخ من أمام بيت صاحبنا وشاهد زوجته فسحر بجمالها واستولت على قلبه وعقله، وخطرت له فكرة شيطانية، وهي أن يبعد الزوجة عن البيت لينفرد بالزوجة. فعاد إلى مجلسه وكان عامرا بالرجال ومن بينهم صاحبنا. فقال الشيخ: علمت أن الديرة الفلانية فيها خير وفير، وأريد أن أرسل إليها 4 رجال يتأكدون منها. واختار الرجال ومن بينهم زوج المرأة. فسار ال4 والمكان الذي ذكره يستغرق عدة أيام. وعندما نزل الليل وانتظر إلى أن تنام الناس، سار إلى بيت جيرانه حيث لم يكن فيه سوى المرأة وكانت نائمة. وقبل أن يصل ارتطم في أحد أعمدة البيت وأحدث صوتا أفاقت المرأة على هذا الصوت، فصاحت: من في البيت؟ الشيخ: أنا فلان شيخ القبيلة التي تسكنون فيها. البدوية قالت: حياك الله، وماذا تريد يا شيخ العرب في مثل هذا الوقت؟ الشيخ قال: أذهلني جمالك عندما رأيتك وسلبت عقلي وقلبي. البدوية قالت: لا مانع عندي بشرط، عندي لغز إذا عرفته أكون لك ما تريد. الشيخ: اشرطي وتشرطي وجميع شروطك مجابة. فقالت له: حتى لا يجيف اللحم يرشون عليه الملح، فمن يصلح الملح إذا الملح فسد، ولك أن تستعين بمن تريد، فإذا جئتني بالحل صرت لك كما تريد. الشيخ قال: سآتيك بالحل في الليلة المقبلة. ذهب الشيخ إلى بيته وأمضى ليلة يفكر بحل اللغز ولم يصل إلى نتيجة. وفي اليوم الثاني وكان الرجال جالسين في مجلسه، سأل الشيخ الجالسين حتى لا يجف اللحم يرشون عليه الملح: من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ وكل من رد من الحضور كان رده على قدر فهمه وعلمه، فلم يقتنع الشيخ برأي واحد منهم. وكان أحد الرجال من أصحاب الفطنة والحكمة في المجلس، لكنه لم يقل شيئا، وانصرف جميع من كان في المجلس إلا هو، فقد بقي في المجلس. فقال الشيخ له: أنت لم تجب على سؤالي. قال الرجل: أردت أن أكلمك على انفراد. فأصل اللغز بيت من الشعر يقول: يا رجال العلم يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ وإن لم يخب ظني فإنك راودت امرأة عالية المقام في الذكاء والعلم والدين والأدب، راودتها عن نفسها، فأرادت أن تصدك ولا تفضحك، وأن تكسبك ولا تخسرك، وتزيد إلى عدائها أعداء، وتحفظ بعلها إن غاب وإن حضر، وكأنها تريد أن تقول لك ولمن سمعك: يا شيخ العرب يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ فهي تقصد أن الرجل من القبيلة إذا فسد أصلحه شيخ القبيلة كما يصلح الملح اللحم، فمن يصلح الشيخ إذا الشيخ فسد؟ رباط استيقاظنا.
من يصلح السياسي والمسؤول والشيخ والإمام ورجال الدين إذا فسد وسرق وقتل وخان وهجر وظلم؟